أهلا بكم مشاهدي الكرام، أحييكم أنا ماجد حميد إلى هذا الحوار الخاص مع دولة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور برزاني للحديث عن عدد من الملفات. مرحبا دولة الرئيس. وأبدأ تقريبا مر عامين على تشكيل حكومة السيد محمد الشياء السوداني، هل أنتم شركاء أم مشاركين فقط في هذه الحكومة؟ وكيف تصف العلاقة اليوم مع بغداد؟ أهلا بكم، سعيد جدا بلقائي بكم مرة أخرى. بلا شك نحن نحب أن نكون شركاء في الحكومة، ونكن كل الاحترام للسيد رئيس الوزراء. خلال فترة تولي السيد السوداني رئاسة الحكومة تطورت العلاقات بين أربيل وبغداد، وما زالت بعض المشاكل باقية، لكن كلا الطرفين نعمل على إنهاء هذه المشاكل، وما يهمنا هو الالتزام بالدستور وتنفيذ جميع مواد الدستور ليشعر إقليم كردستان بأنه شريك حقيقي للحكم في العراق. سيستمي حكم راني عراق دا ببينت. نعم، الكثير من السياسيين يتحدثون عن الدستور، لكن حقيقة البعض يرى بأن تطبيق الدستور هو بحسب الفائدة لهذه الجهة على الجهة الأخرى. ما هي أهم النقاط الخلافية التي ما زالت مستمرة ما بين بغداد وأربيل؟ هل هي الرواتب أو موضوع النفط والغاز؟ مشكلتنا أكبر بكثير من أن تلخص في موضوع الرواتب والنفط. كما تعلمون بأن للقضية الكردية في الشرق الأوسط والعراق جذور تاريخية منذ تأسيس الدولة العراقية. كان على هذه الدولة أن تبنى على مبدأ المكونين الأساسيين للعراق، الكرد والعرب وبقية المكونات، وأن يكون العراق بلدا لنا جميعا بالتساوي. مشكلتنا تكمن في الهوية القومية، الأرض، المناطق المتنازع عليها، مواضيع النفط والغاز والموازنة والرواتب ظهرت بعد تراكم المشاكل وعدم إيجاد حلول لها. إذن إن كنت تريد الحقيقة، هناك حلول في الدستور لمشكلتنا، ولا يمكن أن يتخذ الدستور كوسيلة لمصلحة طرف ضد آخر. الدستور عبارة عن حزمة نقاط تم التفاوض عليها واتفقت عليها جميع الأطراف، وضمنت أغلب حقوق أغلب العراقيين. نعم، الكرد وبقية المكونات يعتقدون بأن الدستور لم يضمن كل حقوقهم، لكننا نرى بأننا نمتلك دستورا صوت عليه غالبية العراقيين ويجب أن يحترم من قبل الجميع، ولا يمكن أن يتخذ كقائمة اختيارات ينتقي منها كل فرد ما يشاء من البنود لينفذها ويهمل بقية البنود الأخرى. الكرد شاركوا في مفاوضات الدستور بدقة، ونحن ملتزمون بتنفيذ الدستور كما هو. إما بابندين بويك دستور هموي وكخوي جبكري. نعم، لكن هناك من يرى بأن هناك أطراف كردية هي التي أضعفت الإقليم اليوم. هناك من يرى بأنه في أضعف حالاته السياسية بسبب وجود خلافات بين الأحزاب الكردية، بسبب بأن هناك أحزاب كردية باتت تستقوي على الإقليم ببغداد. جوازي سياسي لنوان هم حزب سياسي كان هي. الاختلافات السياسية موجودة بين جميع الأطراف السياسية في العراق، موجودة في بغداد، موجودة في كل العراق. ليس كل السنة ولا كل الشيعة متفقين تماما، ولا يمكن التعامل مع الخلافات بين الأحزاب السياسية في إقليم كردستان كنقطة ضعف. كنا نتمنى أن يكون موقف الأحزاب الكردستانية موحدا وأن تكون متفقة، ولكن أؤكد نحن لدينا دستور ويجب أن نلتزم به جميعا. إن لم ينفذ أي طرف التزاماته تجاه الدستور نفسه يجب أن يكون حكما في الفصل في هذا الموضوع. الدستور يجب أن يكون حكما في تحديد نوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يعين ويحدد نوعية هذه العلاقة. الدستور هو من حددها، لذلك يجب أن نحترم الدستور الذي حدد ونظم هذه العلاقة. نعم، هناك تصريحات لرئيس الوزراء مؤخرا بخصوص موضوع النفط. هو يقول بأنه يجب أن يتم تعديلات في الموازنة أم يكون هناك التصويت على القانون في البرلمان العراقي. هل من الممكن أن تصلوا إلى حل مرضي خلال الفترة القادمة؟ صدقني، إن كانت هناك نية حقيقية للحل من بغداد فالحل سهل.
وبالتأكيد نحن أبدينا هذه النية وأكدنا عليها مرارا، وهناك خطوات إيجابية سرنا عليها للوصول إلى اتفاق نهائي لحماية المصلحة العامة العراقية. تصدير النفط من إقليم كردستان كان أمرا مفيدا للمصلحة العراقية، وإيقافه أضر بالاقتصاد العراقي. ولمعلوماتكم فإن توقف تصدير النفط من إقليم كردستان تسبب بأضرار تجاوزت 19 مليار دولار للاقتصاد العراقي، والنسبة الأكبر من هذا الضرر كانت من نصيب إقليم كردستان، لأن الحكومة الاتحادية لم تبدي أي استعداد لتعويض الإقليم من هذه الخسارة، وكلما استمر هذا القرار ستستمر الخسائر. لذلك نحن نرى بأن حل هذه المشاكل سيكون مفيدا للعراق بشكل عام. تبقت الآن نقطتين أساسيتين، ونعتقد بأن حلها سهل جدا. الأولى يكمن في الكلفة الحقيقية لاستخراج النفط. الحقول في إقليم كردستان مختلفة، ونوع النفط مختلف، وهناك تفاوت في تحديد الأسعار للحقول النفطية في عموم العراق، أي لا يوجد سعر ثابت. في المناطق التي تحتوي على النفط الثقيل يكون الاستخراج صعبا، والسعر يكون أعلى بمقدار لا يقل عن 30 دولار. لذلك لا يجب تثبيت السعر الموحد في الموازنة بمقدار 6 أو 8 دولارات وتعميمها على عموم العراق. هذا الأمر مستحيل، لأن الشركات المستثمرة كلها أجنبية، واستثمرت جزءا من أموالها لاستخراج النفط في الإقليم، والجزء الآخر كتكلفة للاسترداد لما يستخرج من نفط، والجزء الآخر لاستثماراتهم على حسب العقود، أما الباقي فهو ما يؤخذ عن الديون المتراكمة. في المحصلة وبحساب كل هذه التكاليف تظهر التكلفة الحقيقية لاستخراج النفط. هذه التكلفة لم نحددها نحن، هذا واقع تم دراسته من قبل لجان مختصة، فإن توصلنا إلى اتفاق حول هذا الموضوع ستكون الحلول سهلة جدا. هناك أشخاص في بغداد يقولون بأن الإقليم يقوم بتهريب النفط، هنا يقولون بأن الإقليم يأخذ رواتب ضعف الرواتب الموجودة، وهناك أسماء وهمية تم وضعها من قبل الإقليم للحصول على أموال. هناك من يقول بأن الإقليم لا يعطي إيرادات المنافذ الحدودية للحكومة المركزية. كل حر فيما يقول، ولكن على من يتهمنا أن يعزز كلامه بأدلة حقيقية وقوية. نحن نرفض هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة. إقليم كردستان أثبت التزامه المادي تجاه الحكومة الاتحادية أكثر من بقية أجزاء العراق. إقليم كردستان سلم كل المستحقات المنصوص عليها في الدستور للخزينة العامة، لكنه لم يستفد نهائيا من حقوقه المالية وحصته في الموازنة العامة. هناك نسبة كبيرة من الموازنة العراقية وضعت كنفقات سيادية، يجب أن يكون فيها حصة للإقليم. الإقليم لم يستفد حتى الآن من النفقات السيادية، وهي مبالغ كبيرة. هذا ما عدا تعويض شعب كردستان من الجرائم التي تعرض لها في العقود الماضية على يد النظام البائد، من إبادة جماعية لأكثر من 282 ألف شهيد في حملات الأنفال. أين التعويضات لذوي أكثر من 5,000 شهيد للقصف الكيميائي في حلبجة؟ أين التعويضات لتخريب أكثر من 4,500 قرية؟ أين التعويضات؟ لم نستلم ولا فلسا منها. إقليم كردستان أكد على التزامه المالي تجاه الحكومة الاتحادية، وردي لمن يتهم الإقليم بهذا الأمر أن يبادروا ببحث وتحقيق شامل للعائدات والأموال العراقية لنعرف ما هو مصيرها. هل تعود جميعها للخزينة العراقية وتصرف على المصلحة العراقية العامة، أم أن التركيز هو فقط على إقليم كردستان ويستغل كموضوع سياسي ضد الإقليم؟ نحن نرفض جميع هذه الاتهامات نهائيا. دولة الرئيس، هل ترون أو لديكم يقين بأن هناك جهات تعمل على تقويض سلطة إقليم كردستان؟ وكيف ترون إلى القرارات القضائية الأخيرة بخصوص الكوتا التي رفعت ومن ثم تم تعديلها مرة ثانية؟ هل تعتقدون بأن ذلك سيؤثر انتخابيا على الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ بالتأكيد ما زال البعض يعتقد بأن الحكم يجب أن يكون مركزيا. هم لا يؤمنون بالفيدرالية ولا الدستور ولا الحكومة العراقية الجديدة. هذه الأفكار يجب أن تواجه من قبل الجميع. كان من المفترض أن نبني عراقا جديدا بعد الدستور، عراقا يكون لنا جميعا وتكون حقوقنا فيه محفوظة.
نعم علينا واجبات، ولكن لنا حقوق، ولا يمكن الحديث عن الواجبات فقط وحرماننا من حقوقنا. أما من يفكرون بهذه الطريقة فهم يضرون أنفسهم قبل أن يضروا الإقليم. نجاح العراق مرهون بالاحترام المتبادل بيننا. ينجح العراق إن اعتبر تطور إقليم كردستان هو قوة ونجاح للعراق. وبالحديث عن المواقف السياسية وخصوصا ما تحدثتم به حول كوتا المكونات، أنا أرى بأن هذا القرار كان مجحفا، كان قرارا لا يمت للدستور ولا للقانون بصلة، لأن السلطة القضائية تبت في المسائل القضائية وليس التشريعية. مقاعد الكوتا حددت من قبل برلمان كردستان، أي أن السلطة التشريعية فقط تستطيع تغييرها، ولكن تم اتخاذ هذا القرار السياسي عن طريق مؤسسة قضائية وألغيت مقاعد الكوتا للمكونات. في هذا القرار تجاوز قانوني وتجاوز على حقوق المواطنين من أبناء المكونات. في الإقليم مكونات كالمسيحيين والتركمان، ووضعت مقاعد الكوتا لضمان مشاركة ممثليهم في البرلمان، والسبب في ذلك هو أن نسبتهم السكانية ليست عالية ليأتي الحل عن طريق الكوتا ويضمن مشاركتهم، ولكن ألغي هذا الموضوع بقرار قضائي. لكننا أصرينا على إعادة جزء من هذه المقاعد الملغية، واستطعنا إعادة 5 مقاعد في إطار المقاعد 100 لبرلمان كردستان. ومع أن هذا الحل لا يحقق كل العدالة، لكنه أفضل بكثير من إلغائها بالكامل. زور داد پرورانه نیه، بلان باشتر لوی که هر هیچیان نبید. إقليم كردستان في الفترة الأخيرة تعرض لقصف من قبل إيران بحجج وجود مقار للموساد الإسرائيلي، ومن ثم كانت هناك زيارة قبل أيام للرئيس الإيراني. هل تم إنهاء كل هذه النقاط الجدلية، المخاوف الإيرانية؟ وإقليم كردستان تحدث بأنه لا يسمح باستخدام أراضيه كمنطلق للعدوان على إيران. هل شرحتم للجانب الإيراني، هل وضحتم للجانب الإيراني بأن ما تقولونه غير صحيح؟ اما هلویس منظور رونو اشکرابوا موقفنا كان واضحا وصريحا منذ اليوم الأول. نحن قلنا وما زلنا نؤكد بأن إقليم كردستان لا يضم أي قواعد إسرائيلية، لا توجد أي قواعد لهم في الإقليم. تحقيقات كثيرة حصلت في هذا الإطار من قبل الحكومة الاتحادية. وفود من بغداد زارت المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي، ترافقها وفود من إقليم كردستان، وفي النتيجة لم يعثروا على أي دليل، وأعلنت النتائج التي أثبتت بأن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. أيا كانت الحجة وأيا كان السبب، هل كانت الحجة بسبب معلومات خاطئة؟ هل كان للموضوع هدف آخر؟ مهما كانت الحجة فإن الهجمة كانت ظالمة وقاسية على إقليم كردستان. التهم التي ألقيت على الإقليم لم تكن صحيحة، وفي تلك الفترة طلبنا إثبات هذه الادعاءات بالأدلة من قبل حكومة جمهورية إيران الإسلامية، وحتى الآن لم يعرضوا أي دليل يثبت بأن ما تم ادعاؤه تجاه الإقليم كان صحيحا. والحكومة الاتحادية شاهدة على هذا الموضوع، ولجانهم التحقيقية أثبتت بأن هذه الادعاءات والتهم لم تكن صحيحة. لذلك أتمنى أن يكونوا قد اقتنعوا بهذا الموضوع. أما زيارة الرئيس الإيراني أرى بأنها كانت حدثا جديدا ومهما وجيدا، نحن استقبلناه بكل حفاوة، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية جيدة لتحسين العلاقات، لنعيد تثبيت علاقات حسن الجوار على أساس التعاون والاحترام المتبادل، ونكون جارين إيجابيين. هناك أيضا نقطة أخرى أمنية ما زالت مغلقة لإقليم كردستان، حزب العمال الكردستاني. هناك وفد أمني عراقي وسياسي انتقل إلى تركيا قبل أيام، ويسعى العراق الآن إلى توقيع اتفاق مع الجانب التركي. إلى أي مدى لم ينفذ اتفاق سنجار؟ إلى أي مدى بات حزب العمال الكردستاني يشكل هاجسا أمنيا للإقليم، وفي نفس الوقت هناك أطراف كردية باتت تستفيد من هذا التواجد لحزب العمال الكردستاني؟ بكل أسف إن تواجد البككة لا يصب نهائيا في مصلحتهم، ولا في مصلحة إقليم كردستان، ولا في مصلحة أمن المنطقة، وخصوصا أنهم ينتشرون الآن في مناطق لا علاقة لها بالأجندة السياسية التي يدعونها. على سبيل المثال هم يتواجدون في سنجار. ما الذي يفعلونه هم في هذه المنطقة؟
ما الذي يفعلونه في خانقين والمناطق البعيدة عن الحدود التركية؟ بصراحة وجودهم خلق المزيد من الحساسية للجارة تركيا، وكثيرا ما تستهدف عملياتها العسكرية المناطق الحدودية وأحيانا عمق إقليم كردستان، والحجة هي تواجد البككة. نحن وقعنا اتفاقية مع الحكومة الاتحادية سميت باتفاقية سنجار، وللأسف لم تنفذ. في الاتفاقية نقطة تقول بأن على جميع المظاهر العسكرية الغير قانونية الخروج من هذه المنطقة، وبقاء القوات النظامية الرسمية للحكومة العراقية والبيشمركة فقط. لكننا نرى استمرار بقاء هذه القوى، وهذا ما يعيق عودة أهالي سنجار ويعيق إعمارها. المسألة ليست أمنية فقط، لكن الموضوع سيس. لذلك نؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار، وستكون بالتأكيد بداية حقيقية لحل مشاكل المناطق المتنازع عليها. أو ناوچانيك بياندغوتري ناوچي كشلسر. نعم، لكن كيف تعلقون على علاقة بعض الأحزاب الكردية مع الحزب العمال الكردستاني ودعمهم لحزب العمال الكردستاني، والحديث الآن بأن لديهم مقار مهمة في السليمانية؟ من يودارم برس لوام كين. أتمنى أن تسألوهم لما هذا الموقف وما هي أسس هذه العلاقات. لا أعتقد بأن هذا الموضوع يصب في مصلحة حكومة إقليم كردستان وحتى العراق، وأتمنى مراجعة هذه السياسات. نحن قلناها دوما بأننا مع الحقوق المشروعة لشعب كردستان، لكننا لسنا مع أي خطوات تخريبية لا هنا ولا في مكان آخر. تيك دربن نليرا ولا هيشويني كتريش. نعم، هناك أيضا نقطة مهمة، التحالف الدولي. هناك سعي من قبل الحكومة المركزية لإنهاء هذا التواجد في عام 2026. كيف تنظرون إلى إنهاء مهام التحالف الدولي وخروج التحالف الدولي من العراق؟ دولة الرئيس، هل العراق مستعد الآن لأن تنسحب هذه القوات؟ قبل أيام كانت هناك عدة عمليات ضد تنظيم داعش، وتم قتل الكثير من القيادات لهذا التنظيم في صحراء الأنبار. هل تعتقدون بأن داعش ما زال يشكل خطرا وبأن العراق بحاجة لوجود هذه القوات؟ بما هشتا مترسي تيروريزم لسر عراق كوتيناتوا لو أنا داعش. أعتقد بأن مخاطر الإرهاب على العراق لم تنتهي بعد، وخصوصا داعش. داعش يشكل خطرا حقيقيا على أمن العراق والمنطقة. كما تعلمون بأن القاعدة تواجدت في هذه المناطق قبل داعش، ومن قبلهم تواجد أنصار السنة، وكل تنظيم يأتي بعد الآخر يكون أكثر شراسة. بعض العراقيين انضموا لداعش من أجل الانتقام من نظام لم يستطيعوا تقبله وهضمه. هذه الأسباب هي التي شجعت البعض للانضمام لطرف أو حزب متطرف أو مجموعة إرهابية. هذه الأسباب هي التي يجب أن نركز عليها، هذا بالإضافة إلى التغييرات الديمغرافية القسرية. ولكن هل كانت هناك حلول للقضاء على الفساد والفقر وانعدام العدالة؟ ببقاء هذه المسببات سيفكر الناس بالانتقام، وأطراف إرهابية كداعش وغيرها ستستغل هذا الموضوع. اليوم الوضع الأمني في العراق أفضل وأداء القوات الأمنية أفضل، ولكن هل وصلت إلى مستوى مواجهة المخاطر الإرهابية؟ هي لم تصل لذلك لحد الآن، لأن مخاطر الإرهاب لا تتلخص في داعش فقط. هناك أسباب كثيرة لا تؤهل هذه القوات لمواجهة خطر الإرهاب، وما زالت هذه القوات بحاجة إلى تعاون واستشارة دولية. أما كيفية تنظيم هذه العلاقة، هل ستكون في إطار التحالف الدولي أو من خلال اتفاقيات ثنائية بين العراق والدول الصديقة؟ هذا منوط بالمفاوضات والمباحثات، وأتمنى أن توضع مصلحة العراق فوق جميع المصالح الفرعية الأخرى. ودارم برجواندي بالله خلق العراق لبيش برجواندي همو لعنيكي تربيت. نعم، هل انتهت التهديدات التي كانت تتمثل بهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من قبل بعض الميليشيات المسلحة والفصائل باتجاه الإقليم دولة الرئيس؟ أم إذا ما كانت هناك مواقف سياسية مزعجة للبعض تعود هذه الهجمات مرة ثانية؟ يودارم أو جروبانا كنترول بكرين إما حكومتي فدرالي. نتمنى أن تسيطر الحكومة العراقية والتي نعدها المسؤولة الأولى لتوفير الأمن لعموم العراق على هذه المجاميع، ونتمنى أن تتخذ الإجراءات الصحيحة تجاه أي نشاط من أي مجموعة في خارج الإطار القانوني للحكومة. نتمنى أن لا تتكرر هذه التصرفات، لأن ازدياد هذه الأنشطة سيكون لها تأثيرا سلبيا على الأمن العام في العراق، والحكومة العراقية بالتأكيد هي المسؤولة عن هذا الموضوع.
جامعة برپرسيارتي حكومة فدرالية ككنترول يام جروبانا بك. نعم، لذلك ذهبتم لشراء أو أخذ مدفعية ثقيلة. البعض تحديدا حزب تقدم انتقد تسليمكم هذه المدفعية، ويرى بأنه من الممكن أن تستلموا أسلحة أخرى لمكافحة هجمات الميليشيات، لكن ليس مدفعية من الممكن أن تذهبوا فيها إلى تغيير ديمغرافي في كركوك ونينوى. بهم سيرة خلقك وحسبك كخوي خواني عراق وأبي خير من بيبكا إما خواني تشيبين. أتعجب كثيرا من بعض الأشخاص الذين يعدون أنفسهم أصحابا للعراق، لكنهم يرون بأنهم يجب أن يتصدقوا علينا ويقرروا ما الذي يجب أن نمتلكه وما لا يجب، وأين تبدأ سلطاتنا وأين تنتهي. نحن لنا كل الحقوق كأي طرف آخر، وإن كان لدى البعض آراء أخرى ضد تساوي هذه الحقوق، فلهؤلاء الأشخاص مشاكل عميقة يجب أن تعالج. البيشمركة جزء مهم ومعترف به في الدستور، ولا يمكن لأحد أن يعيق استمرار قوات البيشمركة في توفير الأمن لإقليم كردستان والعراق بشكل عام. إذن أي سلاح تمتلكه قوات البيشمركة يعني تقوية المنظومة الدفاعية العراقية، ومن يفكر عكس ذلك فهو يفكر بعقلية شوفينية عنصرية لا أعتقد بأنها تخدم العراق وأرض العراق. بيموانيا لخدمتي قالوا خاكي عراق دابي. نعم، دولة الرئيس، هناك من يتخوف على وحدة الإقليم، هناك من يقول بأن الإقليم لن يبقى موحدا وربما تكون هناك إدارتين وليس إدارة واحدة. على أي أساس هذا الكلام؟ إذا ما استمرت الخلافات، يعني هناك تصريح من الاتحاد الوطني الكردستاني لأكثر من مرة ويتحدث عن انزعاجه في عملية إدارة السلطة في إقليم كردستان. لا يمكن أن نأخذ المزاج الشخصي كمعيار لتحديد مسار إقليم كردستان. إقليم كردستان إقليم دستوري لا يتقسم، هو إقليم واحد، ولا يمكن لأي طرف سياسي أن يتخذ هذا القرار منفردا. نحن مقبلون على عملية انتخابية جديدة، وشعب كردستان هو من سيختار. هو سيختار من يريد وسيختار ما يريد. هل سيؤيد هذا الشعب التقسيم والاستسلام والدمار أو الإعمار والتطور؟ نعم، هناك تصريح شهير لفخامة الرئيس مسعود بارزاني بأن الجبل صديق للأكراد. اليوم من هم أصدقاء الأكراد الآخرين غير الجبل؟ والله والله أتمنى أن تتوسع دائرة صداقاتنا، وأتمنى من كل من يؤمن بالديمقراطية والعدالة ومن يؤمن بأحكام الدين إن كان مسلما أن يكونوا أصدقاء لنا. ما المانع؟ هناك من رفض صداقتنا بسبب مصالح شخصية أو حزبية أو بسبب عدم التفهم أو رفض الآخر. أتمنى أن تنتهي هذه العقلية وأن نوسع رقعة صداقاتنا يوما بعد يوم. الحمد لله لنا العديد من الأصدقاء من دول الجوار ودول الغرب، بالإضافة إلى دول الخليج ودول المنطقة. نعم، أصدقاؤنا كثيرون. نعم، دولة الرئيس، هل ترى بأن العراق بحاجة للعودة إلى التوافقية السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية منذ عام 2003 وبدأت تتقلص منذ سنوات؟ بيغمان عراق بلا شك العراق بلد متعدد المكونات، ويجب أن يدار بشراكة حقيقية بين جميع المكونات، وأن يكون هناك توازن في السلطة، وأن يتخذ القرار بالتوافق بين جميع الأطراف السياسية. هذا هو أساس لحكم صحي في العراق. الشراكة والتوازن والتوافق هو أساس لنجاح العملية السياسية في العراق. دولة الرئيس مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، شكرا جزيلا على هذا الحوار، وشكرا أيضا موصول لمشاهدينا الكرام، وإلى مقابلة أخرى.